تسمح لي ان انا يعني اختص ابو تريكه. اه يعني في كباتن كتير عشان شغل ما حدش كتير يزعل بينكم، مني، لكن انا عشرة اختص كتيرة. طبعا الكابتن محمد ابو تريكه. ابو تريكه من الشخصيات العظيمه المؤثره في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الاهلي. ابو تريكه بره الملعب يعني كبني ادم احسن كتير كمان، يعني شايف الناس كلها بتتكلم ازاي جوه الملعب، ده بره الملعب احسن كتير قوي. كشخصيه محترمه يحب الخير للناس كلها. صاحب صاحبه جدع كل حاجه. وحشني بصراحه، وحشنا كلنا بعيد عننا الفتره الاخيره. فبقول له بجد انت وحشتنا. لمساتك في الملعب اللي انت كنت بتعملها، الواحد كان بيجري لك يا اخي على المغمض، وانت ايوه كنت على المغمض بتعمل كده وبتعمل كده، اي حد في ثانيه توديه للجون. فوقف جنب اهلي في لحظات صعبه كتير جدا، وجنبنا في لحظات صعبه كتير جدا. دايما دايما بقول موقف الملعب المالي لما كنا خسرانين 1-0 هناك، وبعد كده جه هنا ودرجه حرارته عاليه وقالوا له اخرج بره ال 18، لا حصل قال لك مش هخرج، وقعد احتياطي، واتغلبنا الشوط الاول 1-0، طالعين خسرانين 1-0 الشوط الاول، ونزل جاب لنا 3 اجوان الشوط الثاني، كل ده بروحه. كان في ناس ساعدته في الملعب، ولكن بروحه وبعزيمته وباصراره كان دايما بيدور على الاحسن، كان دايما بيحاول ان هو يساعدنا كلنا واحنا حواليه. بصراحة شخصية من الشخصيات العظيمة، سواء كشخصية أو كلاعب كورة. فعلا هو أنا مفتقده بشكل كبير جدا. ليه أفضل يعني على النادي الأهلي طبعا كله ليه فضل عليا، ولكن أبو تريكة برضو ليه فضل كبير قوي عليا في اللي أنا وصلت له كمحمد بركات.